يبدو أن المذهب الغرناطي القائم بمدينة وجدة تسرب إليها من تلمسان، وذلك لأنه لم يثبت تاريخيا وجود عناصر أندلسية هاجرت مباشرة إلى وجدة، اللهم ألا أن تكون مجازا عبرته وهي في طريقها إلى تلمسان. هذا جاء في مؤلف مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز بن عبد الجليل. يقول الدكتور عبد العزيز بن عبد الجليل كذلك أن دليلا آخر على التسرب المذكور يكمن في توافق أسلوب الطرب الغرناطي في كل من وجدة وتلمسان ونضرومة، وهي كلها تقع بالقرب من الحدود الفاصلة بين البلدين. هو توافق تقف في مواجهته الأساليب الموجودة في المدن الجزائرية الوسطى كالجزائر العاصمة نفسها والشرقية كمدينة قسطنطينة، وتتجلى الفوارق بين الأسلوبين في عدة جوانب تمس موضوع القصيدة وأسلوبها والمواويل والتهاليل وبنيتها اللحنية والإيقاعية وطريقة أدائها عزفا وإنشادا.